السلام عليكم، اهلا بيكم في قناة يلا كروشيه. فيديو النهاردة هنعمل الشال او الكوفية دي، هنعمله مع بعض خطوة بخطوة. الفيديو الشال ده او الكوفية دي خدت مني 3 شلات وشوية صغيرين من خيط القطيفة هيمالايا اللي هو الاستوكات. عملت فيها الجيوب دي اهو اهو، والشراشيب. طبعا انت ممكن تستغني عن الجيوب والشراشيب، بس هي اللي الصراحة مدياها المنظر ده. استخدمت شلتين من اللون ده وشلة وشوية من اللون البني، جميلة ملمسها ناعم وتحفة، ومع وجود الجيوب فيها هتدي مزيد من الدفء. عملتها طولها 175 سنتي من غير الشراشيب، وبالشراشيب هتكون حوالي مثلا 190 سنتي. طبعا انت تقدري تطولي واستخدمت معاه ابرة مقاس 4.5 اهو، ومقص طبعا، ومزورة للقياسات، وابرة تنظيف، وولاعة. ابرة تنظيف عشان اثبت بيها اخيط الجيوب بتاعتها دي، والولاعة علشان لو هتعملي شراشيب هتكوني محتاجة تلسعي الخيط كده علشان القطيفة بتاعته ما تطرش كده. يلا بينا نبتدي ونشوف هنعمله مع بعض ازاي. هنبدأ ونقول بسم الله. هنبدأ وهنعمل عقدة البداية، وهعمل عدد سلاسل يكون عدد فردي، يعني 7 9 10 11، بلاش مش رقم زوجي، 7 9 11 13 17 وهكذا. هنعمل السلاسل بتاعتي كده، واسحب باخد واسحب باخد واسحب لحد ما اوصل للطول اللي انا عايزاه. انا عايزه اعمله 18 سنتي ويكون يقبل القسمه على رقم يعني يكون رقم فردي. عملت السلسله بتاعتي، تعالوا نقيسها. هلاقيها حوالي 19 سنتي. هاخد سلسلتين ارتفاع، انا عملت 27 سلسلة. هسيب الارتفاع بتاعي وهروح شغالة في اللي بعدها عمود، واللي بعدها عمود. العمود بسحب واطلع من 2، وبعدين بسحب واطلع من تاني 2. بدخل هيبقى عندي 3 لفات على الابرة، بسحب من 2 وبعدين اسحب من تاني 2. اللي بعده اهو، اللي بعده اهو، وهفضل كده لحد ما اعمل السطر بتاعي كله عواميد. اشتغلت السطر كله عواميد. هاخد سلسلتين ارتفاع وهلف الشغل بتاعي، وهبدأ ادخل في اول واحدة هعملها بريد امامي، بعدين اجي عند تاني واحدة هدخل في العمود نفسه واعمل عمود عادي. اللي بعدها بلف لفة على الابرة وبدخل واعمل عمود امامي، بس بسحبه كده عشان يبقى طويل. اللي بعده عمود عادي، اللي بعده بريد امامي، وهكذا لنهاية السطر. اشتغلت السطر كله ووصلت لنهايته عند الارتفاع. اخر حاجة انا كنت عاملاها بريد امامي، هاجي عند الارتفاع بدخل في السلسلة وبعمل عمود عادي خالص اهو. يبقى بدأت بعمود ونهيت بعمود.
بعدين المرة دي هاخد سلسلة واحدة بس ارتفاع وهلف الشغل. ده هيبقى الظهر وده الوش اللي فيه البروز بتاع العمود الامامي، هيبقى الوش. هشتغل فوق كل عمود عمود. طبعا ما تنسيش تعدي عشان لخبطة الخيط، علشان الخيط القطيفة الغرز مش بتكون واضحة فيه. انت لو بتشتغلي بخيط عادي السلاسل والغرز بتكون باينة فيه اكتر. هشتغل فوق كل عمود هشتغل غرزة حشو حشو، وهفضل شغالة كده لحد نهاية السطر حشو. فوق كل واحدة حشو. السطر بتاعي خلص كله غرزة حشو. هاخد المرة دي سلسلتين ارتفاع وهلف الشغل. الدور اللي قبل الحشو انا كنت شغالة في اول واحدة بريد امامي. المرة دي هشتغل فوق الحشو عمود، مش هعمل بريد امامي، هعمل عمود. واللي بعدها كنت عاملة عمود، عايزة البروز يبقى لقدام، هنزل بالإبرة بتاعتي وهاخد العمود معايا خلف الإبرة كده وهشده كده عشان يبقى في الطول مساوي للعمود. وهعمل، نعيدها تاني، هلف لفة على الإبرة وهدخل للعمود اللي كان في الصف اللي قبل الحشو وهاخده كده على الإبرة وهشد العمود بتاعي علشان يبقى مساوي العمود وهعمل حشو بريد امامي. بقى ده الشكل. هاجي عند اللي بعدها وهعمل عمود عادي. اللي بعدها كان عمود عادي، هعمله عمود امامي. هدخل فيه كده وهسحبه جامد وهيبقى عمود امامي. شايفين البروز هيبقى مرة هنا ومرة هنا. بعدين ده بروز امامي، يبقى هعمل فوقيه عمود عادي. وهاجي اللي بعده كان عمود عادي هعمله بريد امامي، بس هسحب الخيط كده علشان العمودين يكونوا نفس الطول. بقى عمود امامي. اللي بعده عمود عادي، اللي بعده عمود امامي، وهفضل كده لحد نهاية السطر. واحدة عمود واللي بعدها عمود امامي، اللي هي كانت في الصف اللي قبله عمود عادي مش امامي اهو. وصلت لنهاية السطر. هاجي عند اخر واحدة هدخل واعمل فيها عمود. ده كده الشكل. المرة دي هاخد سلسلة ارتفاع وهلف الشغل وهشتغل. ده الدور ده بتاع ايه؟ سطر الحشو. هشتغل فوق كل واحدة حشو، فوق كل واحدة حشو 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 حشو. وده هيكون الظهر. ده شكل الوش اللي هو فيه البروز وده شكل الظهر. هفضل شغالة الحشو وهرجع لكم. خلصت السطر الحشو، هاخد سلسلتين ارتفاع، 1 2، وهلف الشغل. المرة دي اول واحدة كانت عمود عادي اهي مش بارز، هشتغلها عمود امامي. اللي بعدها هشتغلها عمود عادي، اللي بعدها امامي، اللي بعدها عادي امامي، وعمود عادي امامي، وبعديها عادي. ده هيكون الشكل. انا مش عارفة الكاميرا مبينة بس هو بارز اهو. ده الظهر اللي هو، وده هيكون الوش اهو، البروز في الوش اهو. وهفضل شغالة كده
سطر هعمله حشو والسطر هعمله عواميد، واحد امامي وواحد عمود عادي، وفوق الامامي هعمل عادي وفوق العادي هعمل امامي اهو علشان اخليه بارز اهو. ده كان عمود امامي، هروح شغالة فوق الحشو امامي عادي. ده كان عمود اهو داخل لجوه مش بارز يعني كان عادي، هخليه امامي، هروح داخله فيه واخليه امام الابره وهدخل كده، بس هسحبه عشان يبقوا الاتنين طول بعض. بعدين ده بارز يبقى كان امامي فهعمله عادي، وده مش بارز كان عادي هخليه امامي، وهفضل كده لحد نهاية السطر، ويبقى سطر امامي وسطر سطر بعمل فيه واحد امامي وواحد عادي، والسطر اللي بعده حشو، وهفضل كده لحد ما اوصل للطول اللي انا عايزاه. فضلت ماشية بنفس الطريقة دي، غرزة صف غرزة حشو وصف واحدة بريد امامي وتانية عادي عمود عادي، واحدة عمود امامي واحدة عادي، والف اشتغل حشو وارجع اشتغل عمود وعمود امامي. دخلت اللون ده يعني دخلت لونين مع بعض في اخر جزء فيها حوالي 11 سنتي دخلتهم زيادة من اللون التاني. انا كده وصلت ان انا عملت كله طوله 175 سنتي. طبعا ممكن تعملي اطول او اقصر كده من غير الشراشيب. عايزين نشوف هننهي اخر سطر ازاي. ده السطر اللي قبل الاخير، اخر حاجة هي كنت عاملاها عمود عادي، واللي دي كانت عمود خلفي، قصدي عمود عادي مش امامي يعني. هروح عاملة فوقيه عمود امامي، واخر حاجة في الارتفاع بعمل عمود عادي خالص. كده وصلت لاخر صف. لو انتي مش هتعملي شراشيب للكوفية، السطر الاخير بتاعك انهيه بغرزة حشو عادية. لو هتعملي شراشيب عشان يبقى سهل تركيب الشراشيب هتعملي كده، هتاخدي سلسلتك الارتفاع وهتلفي الشغل. فاول واحدة هتعملي حشو، بعدين هتاخدي سلسلة هتسيبي قدامها واحدة تدخلي في اللي بعدها تعملي حشو، عشان الفراغ الصغنن اللي تكون لي من السلسلة ده اللي هتدخلي فيه الخيط وتعملي بيه الشراشيب. هناخد سلسلة هنسيب قدامها واحدة ندخل في اللي بعدها نعمل حشو، هناخد سلسلة هنسيب قدامها واحدة ندخل في اللي بعدها هنعمل حشو، هناخد سلسلة هنسيب قدامها واحدة هندخل في اللي بعدها هنعمل حشو، وهفضل كده لحد نهاية السطر. خلصت السطر كده بنفس الطريقة، سايبة فيه فراغات كده اهو علشان ادخل فيها الخيط واعمل منه الشراشيب. انا بقى عايزة ابروز خيط القطيفة، دايما بيلف معايا كده، فانا عايزة ابروزه واعمل غرزة حشو بطول الكوفية. فهعمل ايه؟ مش هقطع الخيط زي ما انا بعد ما قفلت صف الحشو هنا والفراغات، هدخل في نفس اللي انا دخلت منها هعمل فيها حشو تاني بس يعني يعتبر بالعرض. بعدين هدخل في العمود نفسه بتاع الصف اللي قبله اللي هو الارتفاع وهعمل برضو واحدة حشو. بعدين في صف الحشو هعمل فوقيه حشو، في صف العمود هعمل فوق العمود حشو، وفي الحشو هعمل واحدة حشو، في العمود حشو، وفي الحشو هعمل واحدة حشو، وفي العمود هعمل حشو برضو، وفي الحشو هعمل حشو، وفي العمود هعمل حشو، فشايفين كده البرمة معايا اللي بتعمل كده هتبدأ تفرد. هفضل شغالة كده لحد نهاية السطر، يعني بطول الكوفية هفضل شغالة في كله غرزة حشو.
خلصت كله اهو، بروزته، ده الوش بتاعها اهي، فاتفردت عن الاول، مبقتش بتلف كده اهو. عايزة بقى اعمل ليها جيب، تعالوا نشوف هنعمله ازاي. هعمل الجيب بنفس الغرزة بتاعتي، بنفس الغرزة دي. هجيب الخيط هعملها بنفس اللون اللي هو الغامق، هعمل عقدة بداية. انا عدد السلاسل اللي كنت عاملاها هنا وبادئه بيها الشغل كانت 27 سلسلة. هنا بقى انا هشتغل 21 سلسلة، برضو رقم فردي بس هيكون اقل. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. هاخد سلسلتين ارتفاع وهسيبهم وهبدأ اشتغل في كله عواميد. هشتغل بنفس طريقة او غرزة الكوفية، اللي هو هشتغل سطر حشو وسطر، واحدة عمود امامي واحدة عمود بلفة. هشتغلهم كلهم عواميد وهرجع له. اشتغلتهم كلهم عواميد، هاخد سلسلتين ارتفاع وهلف الشغل نفس طريقة بداية الكوفية بتاعتي. اول واحدة هعمل فيها عمود امامي، اللي بعديها هعمل فوقيها عمود عادي، بعديها عمود امامي، اللي بعديها عمود بلفة عادي، عمود امامي وعمود بلفة عادي، اهو. وهفضل امشي بنفس طريقة الكوفية، سطر حشو وسطر عمود امامي واعكس. يعني اللي انا عملت هنا فيه عمود امامي هعمل بعد سطر الحشو عمود عادي، واللي هنا عمود عادي هعمله عمود امامي. هعمل كده لحد ما اوصل لحجم الجيب اللي انا عايزاه، وهعمله 2، يعني هعمل جيبين اهو. فضلت شغالة في القطعة المربعة بتاعتي، عملتها طبعا انت ليكي مطلق الحرية اكبر او اصغر. عملتها اهو 17 سنتي في عرض 17، برضو 17 في 17. انا عايزة ابدأ ابروزها. او اخر حاجة انا ناهية بيها سطر من غرزة الحشو، في نفس المكان هعمل حشو تاني، ونفس طريقة البروزة بتاعة الكوفية هبروز بيها الجيب، اللي هو واحدة حشو في العمود في صف العواميد، وواحدة حشو في صف الحشو اهو. حشو حشو حشو، في الصف الحشو هعمل حشو، وفي العواميد هعمل حشو حشو، وهبروز الثلاث جوانب بتاعها عشان الجنب اللي فوق هو اصلا حشو. وهرجع لكم ثبت الجيبين اهو، وسبت بس الجزء ده يعني ثبته من الثلاث جوانب، وسبت الجانب الرابع اللي بندخل منه الايد اهو. وتعالوا بقى نعمل الشراشيب مع بعض. بتقصي الشراشيب بالطول المناسب اللي انت عايزاه، طويلة او قصيرة. انا عشان ده خيط مش رفيع قوي فهستخدم فتلتين بس، بظبطهم كده على بعض، وبروح جايبة ابرة، وفي الاماكن اللي انا كنت سايباها فراغات بسحب منها الخيط كده، وهاجي عند
الجزء الفتحة اللي انا فتحتها دي كده بصوابعي، بروح سحبة الخيط كده. تاني هروح جاية ماسكة فتلتين كده، عايز تعمليها ب3 واحدة بس براحتك، وهدخل في الفراغ هسحب الخيط منه كده، وهروح سحبة كده منه اهو اهو. هاجي بقى الخيط القطيفة علشان ما يطلعش مني الخيوط، بجيب ولاعة كده وببدأ ألسع الأطراف علشان ما يوبرش معايا، أو الفتل بتاعتها ما تقعش. لو عايزة تعملي لها شراشيب ما تنسيش الخطوة دي، علشان لو ما عملتيش الخطوة دي الخيط بيقع. انتوا شايفين الوبرة بتاع الفرو الخيط القطيفة او بتقع منه اهو. نعمل تاني شراشيب. وبسحب وبمسك كده بايديا وبسحب الطرف التاني وبشد جامد اهو. اخر حاجة بدخل في الفراغ وبسحب اهو الخيط كده، واجي من الفتحة اللي اتكونت اروح سحبة الباقي. وما تنسيش الخطوة بتاعة الولاعة. وبكده يكون خلصت الكوفية بتاعتي اهو. شايفين جمالها؟ شيك وتدفي في الايام دي، وسهلة وبسيطة تقدري تعمليها. الغرزة دي بتكون حلوة قوي بالخيوط التخينة. لو مش عايز تعملي خيط قطيفة استخدمي خيط يكون سمكه من متوسط لتخين، مش بتبان قوي في الخيوط الرفيعة اهي. ده بيكون شكلها. شايفين لما بروزناها البرمة اللي كانت فيها راحت، علشان الخيوط القطيفة بتبرم من الجوانب كده اهو. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. باي.